تمام. بعد الفاصل فيلم بيرصد كل المشاكل الموجودة عندنا في المجتمع المصري، وهو فيلم مصر الجديدة. خليكم معانا. الرجولة انك توصلها لحد البيت مش تعكسها. انت لو حد عمل كده مع اختك هتحترمه؟ لو اشتغلت كويس وبطلت تسرق هتجيب اللي احسن منها. مش مهم انك تخاف على شكلك قدام، المهم انك تخاف على صحتك. انت حمار ما بتفهمش. مين اللي مشغلك هنا؟ اللي انت عملتيه ده مش هيرجع الهدوم جديدة. المسامح كريم. حصل ما حصلش حاجة يعني. ايه؟ عايز ايه؟ والنبي يا فنانة والنبي افتح. والنبي يا فنان عايز جنيه والنبي. امي في المستشفى والله العظيم انا واخواتي نفسنا ناكل والله العظيم. طب ده تمن رغيف النهارده، هتعمل ايه بكره؟ اشتغل. ايه ده؟ واحدة تايهة؟ هو كل واحدة تايهة في البلد دي تيجي تسألني أنا؟ ايه؟ مش لما أوصل أنا الأول؟ انت بقى كده الدنيا دواره على فكره. ماشي يا شيخ. اهدى يا الرجوله انك تحميها مش ترهبها في الشارع. عيب. بقالي ساعة يا ابني مستنيك. انا دفعت 50 جنيه عشان اخلص الورق ده. رشوة يعني؟ مش عايز اعرفك تاني انا. ولا بتعمل كده؟ ما هو العيب مش عليك، العيب على البقف اللي خد منك الفلوس. انا جبت حاجات حلوة قوي، بس انا مستغربة جدا معظم الحاجات اللي هنا صنع في الصين. ايه يا عم في ايه؟ هو ايه اللي فيه ايه؟ هو اللي علمك ترمي بار ما علمكش تنشن صح. النشان الصح بقى يبقى كده.
زي ما شفنا ده كان جزء من فيلم مصر الجديدة اللي بيناقش العديد من المشكلات اللي بتواجهنا في مجتمعنا المصري من أول ما نصحى لحد ما بننام تقريبا أو لحد آخر حياتنا. النهارده طبعا هنشوف الفيلم ده معانا، وفي نفس الوقت شارك فيه مجموعة كبيرة جدا من النجوم الشباب بدون أي مقابل مادي، يعني علشان هم شافوا إن ده عمل تطوعي لمصر ومن أجل توعية الشباب المصري أيضا. معانا دلوقتي صناع العمل أستاذ سامح بسيوني مخرج الفيلم، مساء الخير. مساء النور. وكمان أستاذ محمد بديع المونتير، مساء الخير عليك. مساء الخير. ونهى عادل احد بطلات الفيلم. ايه الاخبار يا شباب؟ الف مليون مبروك طبعا. مصر الجديده بفكر جديد، ويا رب دايما كده هو ده يكون الواقع بتاعنا بالشكل اللي انت صممته يا سامح. سامح، في البدايه عايزين نعرف منك بدايه الفكره جت ازاي وبتتكلم عن ايه؟ هو الفكره يعني هي جات لي بسبب ان انا شفت سلبيات كتير جدا في المجتمع بعاصرها، يعني كل حاجه حصلت في الفيلم دي انا شفتها قدامي. فانا قلت يعني لازم يبقى لينا دور. كنت انا ساعتها بخرج مسرحيه اسمها رئيس جمهوريه نفسه اللي هي بطوله محمد رمضان. يعني بدات المسرحيه على طول، فقلت لهم انا هبدا في الفكره. قالوا لي طب ده احنا لسه العرض. قلت لهم لا، الفكره دي انا شايف ان البلد محتاجاها دلوقتي. كلمت صحابي الفنانين، قلت لهم انا عايز اعمل فكره بما ان احنا حاسين بالتوهه بسبب كل اللي بيحصل والحاجات الجديده والمستجدات على المجتمع المصري. انا هعمل بنت جايه من القطر او جايه من الصعيد، يعني باين انها مصريه. البنت دي بتبحث عن عنوان فبتتطرق لكل الحاجات اللي انا شفتها. التثبيت، المعاكسه، المعاكسه، انه واحد شحات ممكن يشتغل، ان الرشوه، كل حاجه يعني كل حاجه قابلتني وشفتها في الشارع مضايقاني عملتها. فطبعا لما كلمت كل اصدقائي، كلمت 58 ممثل، 58 فنان، يعني منهم 30 فنان شاب. بس انا كنت بكلم، يعني انا كنت بكلم الفنان في الموقف يعني ايه، انا عايزك بكره في كذا، بعمل كذا وعايزك بكره في كذا. فكله تحمس جدا لانه يعني هم عايزين يعملوا حاجه. لا، وبدون اي مقابل مادي كمان، علشان من اجل مصر، من اجل توعيه الشباب ايضا. طبعا ما حدش فيهم تقاضى اي حاجه. هي الفكره فكرتي، وانا عملت الفيلم دوت بكاميرا يعني. بديع طبعا طلع عينيه في التصوير وتصحيح الالوان وكاميرا وكنت بصور طبعا. يعني عملته مثلا حوالي في 10 ايام تصوير. بس كنت بصور كل يوم علشان انا بصور في الشوارع. انا صورت في العتبه. هتحرق لنا كل الاسئله بتاعتنا، بس لازم نسال نهى. خلينا نتكلم يا نهى. احنا شفنا قلتي البنت المصريه اللي حاسه بتوهه طول الفيلم، وطبعا ده حل مصر وحلنا احنا جميعا في مصر. خلينا نتكلم ايه اللي خلاكي تشاركي في الفيلم ده وخلاكي تقولي لا انا لازم اعمل الفيلم ده؟ هو استاذ سامح لما كلمني قال لي لازم اقابلك بكره. قلت له اوكي تمام، بالسرعه احنا انا معاكي يعني ما فيش مشكله. فقابلته فقال لي بصي في دور بنت مصريه جدا، بس انت هتتعبي شويه لان انت هتلفي مصر كلها. لاحظنا كده في مصر عندك كلها بدايه عندك استعداد تتعبي. قلت له تمام انا معاك وكده. وقال لي الفيلم عشان مصر، وكل بقى المواقف اللي بنشوفها في الفيلم عشناها وشفناها، فاهمه؟ فانا حسيت ان انا عايزه اعمل ده، يعني عايزه اجرب ده. وبعدين مختلف تماما بقى، حجاب وعبايه يعني انا بقول لك هو انت البطله دي، هو انت دي، فشكلك مختلف تماما يعني. نهى ما تعرضتيش بجد لمواقف محرجه وانت بتصوري؟ ولا ما صادفكيش مثلا حد ضايقكم مثلا في الشارع، حد عكسك؟ لا، حد عكسني كده؟ لا خالص. بس احنا بنصور في وقت معين، يعني احنا قعدنا مثلا 5-6 ايام نصور كل المشاهد بتاعتي. فكنا بنصور في وقت من 5 الصبح 5 الفجر. فيعني عشت بقى حاجات كتير انا ما شفتهاش اصلا. شفت حاجات كتير فعلا انا ما كنتش شايفاها، يعني فاهم، يعني في الواقع. فبس كنت مبسوطه جدا جدا يعني وانا بصور وبتاع. تعبت طبعا جدا بس مبسوطه. لا، عايزه اقول لك احنا بعد ما شفنا الجزء ده كمان احنا كمان انبسطنا جدا من القيم والاخلاق اللي انتوا بتعملوها وبتوروها للناس كمان عشان يتعلموها. ده يخليني يا بديع برضو اكلمك عن ليه بداتوا بجمله احنا بمصر جديده ولكن بقيم واخلاق مصر القديمه. ده سامح، انتوا الاثنين اكيد معايا. يعني هو في الحقيقه دي جمله سامح يعني. سامح تعب جدا في البروجكت ده. بجد كان وان مان شو، يعني فكره ان انت تنزلي تصوري كل حاجه يعني. تنزلي تصوري بكاميرا واحده معرضه لمضايقات الشارع. طبعا احنا بلدنا فيها يعني شويه التفاصيل اللي حاصله اليومين دول مش مخليه اي حد عادي بكاميرا يصور في الشارع. ثقافات مختلفه تماما، وكل واحد يقول لك انت تبع مش عارف ايه وحاجات وبتاع. ايوه كانوا
بيشوفوني بيخافوا يعني في ناس قالتهم انتوا الجزيره ولا ايه؟ كلها بقت مقلقه دلوقتي. الجزيره وانا محمد بديع فالموضوع يعني رسمي. فالحمد لله يعني قعدنا في المونتاج يومين تقريبا مونتاج. ايه الصعوبات بقى اللي واجهتك؟ كان دلوقتي سامح بيقول لنا لا تعب قوي محمد بديع في المونتاج. فرق الوقت تصوير يعني احنا فتره التصوير بتاعت سامح كانت من 5 الصبح ل 2 الظهر. ففكره ان انت تشوفي كل السيكونسات، ان مش هيبقى عندك مشكله في ان لا ده متصور الفجر وده متصور الظهر. دي كانت مشكله فظيعه، بس الحمد لله يعني ايه اللي انت حبيت تضيفه للعمل بتاعك وانت بقى راجل مونتير؟ يعني ايه اللي انت حبيت تضيفه في التاتش بتاعك طبعا بجانب سامح معاك بفكره؟ الاختلاف. اتفقت انا وسامح على فكره المونتاج المتوازي على في الفيلم. يمكن يعني دي قاعده من قواعد المونتاج المهمه يعني اللي بس احنا ما فيش حد في مصر راح لها يعني بصياعه زي ما بيقولوا يعني. يعني فكره ان انت تربط كذا حدث في يعني الراجل دخل عشان يصلي ما لقاش جزمته، هنلاقيه بقى في اخر الفيلم خارج من الجامع مش لاقي جزمه يعني. ربط الاحداث ببعضها وده يعني ساعدني جامد ان سامح بجد زي ما بقول لك تعب جدا في الماتيريال ولم ماتيريال كتير جدا اللي خلاني اعرف اروح بين الحاجات. طيب سامح انت تعبت طبعا وكل الافكار دي وافكار كتير جدا ومشاكل كتير جدا ناقشتها في المجتمع المصري من خلال فيلمك، ازاي قدرت تجمع ده كله في فيلم واحد؟ لا هو يعني انا بالعكس هو كنا ممكن نقدر نجمع اكتر من كده كمان. و9 دقائق ده صعب جدا. لا وان شاء الله هنعمل جزء تاني برضه بقيه السلبيات لان السلبيات ما خلصتش يعني. بس هو الفكره ان انا يعني بجد مش يعني انا يعني الناس اللي انا اخترتهم وابطال الفيلم والممثلين فعلا ناس انا يعني ما شفتش كده. يعني بيحبوا الشغل جدا وحابين الفكره جدا وضحوا جدا واتعرضوا طبعا لمضايقات في الشارع لان احنا كنا بنصور في الشوارع. يعني في الشوارع احنا صورنا مثلا في الحسين وفي العتبه وفي خصوصا كمان معكش كرو كبير يعني معكش حد ممكن يوقف لك الطريق، حد يقول للناس انتوا منكم بعض كده يعني كلها اصحاب في بعض. بالظبط طبعا. كاميرا واحده. طب اقول لك على حاجه، تيجي نشوف الجزء الثاني من الفيلم؟ يلا بينا. بقول لك يا ابو الشباب معلش والنبي ايدك معايا يا عم انا عايز اللي يزقني. اي خدمه يا باشا. انت جدع قوي على فكره. ده العادي بتاعي. ابو الشباب مش عايز اي مساعده ولا حاجه؟ تشكر. عمو انا الحاجات دي بشتريها من اي كشك من اي محل ب5 جنيه، انت عايز تديها لي ب8 ليه؟ عمو هو كده اسالي عني، انا بقلة سياحي. يعني ايه هي بلطجه؟ لا انت هتبقلي معايا، يلا من هنا مش هبيعلك. في ايه؟ ايه المشكله؟ المشكله ان هو بيديني الحاجات ب8 وهي ب5. صباح الخير يا نجمه. بس ده عيب، مفيش مصري بيغش. عشانك انتي اديهم لها ببلاش. والله. وببلاش ليه؟ انت كمان لازم تاخد حقك. مش في انتخابات اتحاد الطلبه؟ بصراحه يا دكتور انا مقاطع لاني كلهم او اغلبهم عايزين واحد وانا مش راضي عنه وشايف انه ما ينفعش. يا سلام، الديمقراطيه يا سيدي انك تحترم راي الاخر بقدر ما بتحترم رايك. لا دول يا رجاله مش كده. يا تحنفخك يا تغور لعرقابك. انت تعرقبني يا رجاله مش كده. صلوا على النبي، الكلام اخده عطا عليه الصلاه والسلام. مش من الجدعنه انك ترفع السلاح على ابن بلدك انت وهو. تعالى ربنا يكرمكم. ايه يا موز؟ ايه يا جميل؟ ايه يا عسل؟ بطل تقل بقى. ايوه بقى. لو تعرفوا قيمتكم عمركم ما تعملوا كده.
انت مش جالك عقد عمل بره؟ الله يرحمها مشيت على التراب ده. ما انتش اللي زيك لازم يتوه الايام دي. مادة 8 يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين على النحو الذي ينظمه القانون. مش لاقية جملة مفيدة توصف ملامحها اللي دبلوا في كلمتين في العقدة متعقيدة متطلعة روحها وتايهة تسأل مين. مش لاقية جملة مفيدة توصف ملامحها اللي هايل جدا. ويمكن كمان سمية هي اللي مغنيه تتر الفيلم صح؟ هي اللي مغنيه اغنيه الفيلم، كان نفسنا نسمعها طبعا يعني عشان احنا كمان نستمتع بيكم اكتر نتكلم معاكم يعني نستغلكم معانا اطول وقت إيهاب ممكن. عبد الواحد طبعا بنوجه له تحيه من هنا طبعا. احنا بنشكر يعني سمية وايهاب عبد الواحد لان هم بذلوا مجهود، محمد سرحان الشاعر جدا طبعا يعني بذلوا مجهود خرافي برضه. سامح عايزين نتكلم عن فكره ان انت قدمت اكتر من رساله في الفيلم، هل الاحسن او الافضل ان انت كنت تقدم رساله واحده بس في الفيلم علشان توجهها للمشاهد علشان يستفاد منها ويحاول ان هو يحل المشكله دي، ولا الاحسن ان انت زي ما انت عرضت في الفيلم اكتر من رساله وعلى المتلقي ان هو يساهم في حل المشكلات دي؟ هو يعني كان انا الموضوع انا عملته بشكل بسيط جدا بحيث ان انا عايز اقول البطل هنا صاحب المشكله، فكل واحد عنده مشكله في المجتمع او بيعمل نفس المشكله دي كل يوم في المجتمع، فهو لما يشوف النجم اللي بيحبه او الممثل اللي بيحبه بيوجه له رساله هيبقى ممكن يعني يفكر في الموضوع بشكل مختلف. ده الجزء الثاني في حاجات انا يعني مش هينفع غير ان اقول انا شفت كده. يعني بس يعني الشوط مثلا بتاع الدستور انا شفت كده، شفت واحد بيقرا دستور وجنبه واحد مش لاقي ياكل على الارض، مش هقول غير كده. يعني ركزوا، المجتمع لازم يركز في ان احنا عندنا مشاكل، عندنا ناس جعانه، عندنا ناس مش لاقيه تاكل، عندنا بطاله بالعافيه، يعني في ناس بتشوف واحد بيشحت وهو بيتبلطج، يعني عندنا ناس افعال تصرفات في ضرب مخدرات في الشارع عينك، ده حاجات دخيله على المجتمع المصري. بقت اسمها الدولاب يعني. ده يعني مؤخرا انا عرفت المصطلح ده. فالدولاب ده هو المكان اللي بيبيع فيه المخدرات في اماكن كتير. ده مظبوط. لا مش بس بيشربوا كمان مخدرات. الفكره ان انت ان الشباب بتشرب مخدرات بشكل علني علني، يعني كمان يعني كان زمان لما تبقى في منطقه مثلا شعبيه فانت خايف من الكبير، النظريه دي اتكسرت، ما بقاش في فكره ان انت خايف من الكبير علشان وفكره ان البنت تبقى بتعكس الولد بالظبط مثلا. تمام. يعني دي ظواهر سلبيه في مصر مضايقاني وهي داخله على المجتمع المصري. بالظبط، لانها ما كانتش موجوده. هي انت بترجع تاني الاصل بتاعنا على فكره. تمام، وبفكر الناس بينا، يعني بفكرنا بينا علشان الحاجات الداخليه دي نقدر نموتها، ما نفضلش طول الوقت بنقول مصر الشهامه ونلاقي بنت بتثبت والناس واقفين يتفرجوا، مصر اللي مش عارف ايه في الاغاني الوطنيه والحاجات. لا، مصر فيها شهامه وفيها رجوله وفيها وطنيه، بس فيها بنت بتثبت ومحدش بيتكلم. صوره واقعيه بقى. المشهد الحقيقي من الشارع دي حاجات اوريدي، يعني مفيش حاجه في الفيلم ده انا ما شفتهاش، يعني كل حاجه في الفيلم ده انا دي التغيرات على مدار السنين اللي احنا عشناها، التغيرات اللي حصلت على المجتمع المصري وعلى الافراد كمان في المجتمع المصري. يعني احنا كنا بنتكلم على الشهامه دي، لو اي حد نزل 100 واحد هيحميها، يعني مش 100 واحد هيعكسها او يتحرش بيها. نهى، ايه اللي استفدتيه بقى بمشاركتك وسط كل الكم الهائل ده من النجوم الشباب او النجوم العظام اللي احنا شفناهم في الفيلم؟ بصي، يعني ده كان شرف ليا طبعا ان انا اشتغل مع استاذ سامح ومع كل النجوم، يعني تعبوا كلهم وعملوا مجهود خرافي. ورساله بقى ان يعني المفروض الناس تعرف ان مصر تايهه فعلا. يعني هي مصر تايهه فعلا، يعني تايهه بجد، تايهه مش عارفه تروح فين. مش مساله عنوان بس، مساله ان انا عديت على كل المواقف السلبيه اللي بتحصل دي،
فانا مش عارفه في ايه يعني ازاي. طب انا هوصل أو امتى؟ هنحلها إزاي طب انا يعني؟ الدنيا هتتحل ازاي؟ الموضوع فين؟ يا ريت نصلح من ده. ايه اكتر حاجه خوفتك من المواقف دي كلها؟ اكتر حاجه خوفتني، لا انا ما خفتش من حاجه قد ما انا خفت في الاخر لما اتفرجت في المونتاج. لا انا اقصد يعني كواحده عاديه، مش واحده مثلت في الفيلم، يعني واحده بتتفرج كده كمشاهد، ايه اكتر حاجه ممكن قلقتك وخفتي منها؟ خفت من ان الناس ما تصدقش ان دي نهى. ده واقعنا. ودي اللي طلع من نهى، يعني التمثيل والاحساس يعني طول الوقت انا بمثل، انا ما بتكلمش. يعني انا ما بتكلمش خالص، يعني انا بقول لسامح واحنا بنصور انا هتكلم امتى؟ انا هتكلم امتى؟ قال لي بس اعملي زي ما قلت لك بس. فاللي هو الموضوع كله احساس بس مش اكتر، بس الحمد لله تمام. وشايفه ده اصعب؟ ده طبعا صعب جدا، ما هو ده اللي خوفني يعني هو ده رد الفعل اللي من الناس اللي يخوفني، ان انا كنت مستنيه رد فعل الناس. سامح، انت قلت لنا ان في جزء تاني من الفيلم، هتعملوا بقى كام دقيقه وامتى هينزل؟ هيبقى بنفس تايم الفيلم وهبدا فيه قريب ان شاء الله، بس انا بحاول اجمع برضو بقيه السلبيات، لان في اصدقائي فنانين كتير جدا يعني تحمسوا الفكره وكلموني. هيبقوا بنفس الفنانين ولا بفنانين بقى تانيين؟ بفنانين تانيين. وبنستعرض برضو بقيه السلبيات. يعني انا قلت يعني نعمل حاجه يبقى لينا، يعني احنا شغالين اوريدي كفنانين ولينا اعمال، فقلنا احنا نعمل حاجه يعني لمصر، مش هدفها اي حاجه. ويعني مثلا الفيلم دوت من حقكم تعرضوه وقت ما تحبوا، احنا عاملينه اهداء لكل القنوات. اي حد شايف ان مصر فيها مشاكل يعرض الفيلم دوت، مش هدفه فيلم. يعني انا يعني حد كان بيسالني امبارح على الهوا بيقول لي يعني انت ليه ما اتجهتش للافلام التجاريه واول فيلم ليك؟ قلت له انا مش عامل الفيلم علشان هدف الفيلم، يعني عشان ابقى عملت فيلم. يعني احنا شفنا بس نفس المضمون او نفس الفكره دي عملتها ساندرا نشأت مثلا، المخرجه الجميله، لما عملت الفيلم بتاعها الشهير قبل الدستور. ايوه هتروح الاستفتاء، هتروح الاستفتاء ولا مش هتروح؟ فهل هيبقى دي الفكره السائده او ده المضمون السائد في الفتره اللي جايه، سواء من الفنانين او المخرجين، ان انتوا تعملوا نفس المضمون ده او نفس الافكار دي في الافلام بتاعتكم؟ طبعا انا شايف ان اي حد بياخد الكاميرا بتاعته وبينزل يعمل حاجه لمصر، ده شيء كويس جدا جدا. وانا مش هينفع انا ابقى المخرج وقاعد اشكر في الممثلين واشكر مش عارف ايه هو الفيلم باين والناس تعبت فيه. الفرق اللي ما بيننا بس وما بين ساندرا، هو طبعا يعني ساندرا مخرجه عالميه ومن اساتذتنا كلنا طبعا، بس الفكره ان كانت ساندرا عامله حاجه عن السياسه، عن الدستور، لكن انتوا احنا عاملين الشارع. لا انا قصدي التيمه دي، يعني التيمه دي الحاجات دي نفسها بتبقى الواقعيه، هي دي اللي بننقلها بس بشكل مختلف. انما سامح يعني معلش برضو عايز اعرف منك، انت راجل يعني مخرج صاعد ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه كان نشوفك يعني موجود بافلام تجاريه برضو، شايف حاله السينما المصريه اخبارها ايه؟ بتفكر تعمل ايه اللي بتفكر تطوره؟ لا والله انا يعني بحضر لمشروع كده ان شاء الله، هيبقى يعني مشروع مختلف. انا شايف ان احنا لازم نبقى بنقولنا، يعني لازم نبقى بنقول مشاكلنا احنا، ما نبقاش يعني في السينما ما نبقاش يعني اسمها ايه متأمرك، يعني ما تبقاش بتعمل حاجات يعني فيها يعني انت عندك مشاكل كبيره جدا وعندك تراث وعندك مواضيع خاصه بيك مهمه جدا وسريه جدا تقدر تبهر بيها العالم. وانا شايف ان دور الفن مهم جدا اليومين دول قوي للمجتمع المصري. ان شاء الله بالتوفيق يا رب، ونشوفكم كده في اعمال واعمال كثيره في الفتره القادمه ان شاء الله. بنشكرك جدا سامح بسيوني مخرج العمل فيلم طبعا مصر الجديده، ومحمد بديع مونتير فيلم مصر الجديده، وطبعا نهى عادل بطله الفيلم. انا ممكن بس يعني اشكر ناس يعني تعبت معانا جدا ووراء الكواليس، منهم طبعا المنتج محمود بركه اللي سمح لنا ان احنا نمنتج في الوحدات بتاعته، جاسر خورشيد وشركته طبعا المكسير، ايهاب عبد الواحد وسميه طبعا اللي نورونا واضافوا لنا كتير، طبعا كل النجوم اللي شرفونا اضافه لينا وحاجه مهمه جدا بالنسبه لنا، وشكرا ليكم طبعا. شكرا ليكم جدا جدا جدا. لا زي ما انت رايح فين يا جماعه، خليكم على لسه مكملين فقرات في عز الشباب، والفقره اللي جايه هتكون مع الفائزين في مسابقه حضانات الاعمال بالجامعه الامريكيه، خليكم معانا.